في أودية الضلال تائهون، وفي أزقة المخدرات والعياذ بالله سائرون، لا تجد من يأخذ بيدهم ولا من ينصحهم ولا من يدلهم على الخير، فهم في غفلة ساهون وهم نائمون، شباب وبنات والنساء. زمن الغفلة حتى أصبح الآن بين الزوجين، الزوج وزوجته غفلة، بل في الأسرة. أين الأسرة؟ أين الأجواء الحميمية في الأسرة؟ أين ليالي الشتاء الدافئة التي كان يجتمع فيها الأبناء والأحفاد حول أجدادهم وجداتهم، يتسامرون ويذكرون الله عز وجل ويذكرون قصص حياتهم؟ لقد استولت علينا الغفلة حتى أصبحت الهواتف النقالة الآن زادتنا غفلة إلى غفلتنا، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله إنها الغفلة. كم نقضي من ساعات فين هذيك المشاعر ما بين الزوجة وما بين الراجل ومرته؟ فين؟ أين الود بين الأبناء والآباء؟ فين هذاك الود اللي كان بين الأبناء والآباء؟ أين المحبة اللي كانت بين الأجداد والأحفاد؟ والله ما كانت تغمض لنا عين حتى نلتف حول جدنا وجدتنا، أجدادنا وجداتنا، انظروا يعني فيقصون علينا قصص حياتهم وتجرباتهم. أين هذه الأجواء؟ استولت علينا الغفلة. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. من صور الغفلة أيها الأحباب الغفلة عن آيات الله عز وجل، سواء المقروءة منها أو المرئية. نمر عن آيات الله سبحانه وتعالى يغفل عنها الإنسان، شيء مستمر الآن أصبح شيء عادي، الغفلة عن آيات الله. قال الله عز وجل: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون. بالله عليك لو أن الأكمه الذي خرج من بطن أمه ورحم أمه لا يرى شيئا، هذا هو الأكمه يعني التعريف دياله. وكان عيسى عليه السلام يبرئ الأبرص والأكمه بإذن الله، معجزة من عند الله سبحانه وتعالى. الأكمه والذي خرج من رحم أمه لا يرى شيئا. تخيل لو أن الله عز وجل رد البصر لهذا الأكمه ورأى هذا الكون، عن أي شيء يتحدث ومن أي شيء يتعجب؟ هل يتحدث عن جمال السماوات وما زينها الله عز وجل بها من بروج وزينها من نجوم؟ هل يتحدث عن جمالية السحر وشروق الشمس، أم يتحدث عن غروب الشمس التي تسلط أضواءها على سطح البحار فتكسيها جمالية، أم يتحدث عن قطرات الأمطار، أم يتحدث عن الألوان؟ اسأل الذي عمى الألوان، هو يرى كان هنالك نوع آخر من العمى، عمى الألوان، لا يرى الألوان، لا يرى الأصفر ولا الأحمر ولا الأخضر ولا. تخيل لو أن أحدهم، قد رأيت مقطعا مؤثرا، بنات أهدين لأبيهن نظارات خاصة بعمل الألوان، هدية داروها في واحد الصندوقة، وذاك يحل هذاك الأب الصندوقة هذه بس أين قيش يمكن ونزغ فاتحة، ذاك حل هذيك الصندوقة حتى أخرج النظارة، فلما وضعها على عينيه شعور لا يوصف، بدأ يحدق هكذا، كيشوف في السماء ويشوف في الأرض، سبحان الله، أصبح شيئا نحن عندنا شيء عادي. ولكن إذا وقعت عينانا أو وقع ناظران على شيء جديد، اللي كنشوفوا شي جهاز جديد مثلا، جهاز تليفون جديد مثلا، تلفاز جديد، ترى الإنسان يتعجب، كيف يعني أين وصلت التكنولوجيا؟ فتخيل أخي الكريم ونحن نمر على آيات الله سبحانه وتعالى نغفل عنها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب متيقظون تفطنون ليسوا بغافلين. تخيل تسبيحة واحدة توضع في ميزان حسناتهم، تخيل مشهد الذين استوت حسناتهم مع سيئاتهم غدا يوم القيامة. احنا ما غاديش نهضروا على الذين رجحت سيئاتهم بحسناتهم تحت مشيئة الله من المؤمنين، تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. تخيل فقط
تصوروا هذوك الناس أهل الأعراض الذين استوت حسناتهم بسيئاتهم، الحسنات بحال السيئات بحال. تخيل لو أن تسبيحة واحدة سبحها هذا الإنسان أو درهما أنفقه، حسنة واحدة توضع في كفة الحسنات لرجحت بهن، لرجحت كفة الحسنات. تخيل وأنت ترى هذا كله فتقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يثمر هذا خشية. هذا هو أولو الألباب، متفطنون اليقظون الذين علموا أن هذه الدار ليست بدار بقاء إنما هي دار فناء. الغفلة عن آية الله سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أفلا تحدث نفسك لترى أنك مجموعة أعصاب ومجموعة عروق وكمشة لحم وكمشة عظام ومياه، 80% من المياه دماء تسري في عروقك. كيف جعل الله عز وجل لك هذا الإدراك؟ تسمع، تبصر، تتكلم، تفكر، تدرك، تشعر. انظر إلى أسنانك كيف خلقها الله عز وجل. انظر إلى شعر رأسك يختلف عن شعر اللحية، يختلف عن شعر الحواجب والأهداب وشعر الأنف وشعر الشارب. كيف؟ أليست هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى؟ انظر إلى الأجهزة التي ركبها الله فيك، انظر إلى عينيك، انظر إلى الشعيرات الدموية، انظر إلى دقة صنع بديع صنع الله سبحانه وتعالى. أليس هذا مدعاة لذكر الله؟ أليس هذا مدعاة للقرب من الله؟ من ميكوش يمر وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون. والله يوجد بروفيسورات عالميون دكاترة في علم الفضاء وعلم الفلك يروا فقط آية مطابقة للقرآن فيقول محال أن محمدا هو الذي قال هذا الكلام، بل هو كلام من عند الله عز وجل. من هذا الذي يستطيع أن يقنعك من غير الله عز وجل أن السرقة حرام؟ من هذا الذي يستطيع أن يقنعك من دون الله عز وجل أن أكل لحم الخنزير فيه مضرة، وأن شرب الخمر فيه مضرة، وأن المخدرات فيها مضرة، وأن الزنا فيه مضرة، وأن كل شيء يضر بالإنس؟ شكون اللي غادي يقنعك من غير الله سبحانه وتعالى؟ انظر إلى المجتمع الجاهلي كيف كان يعيش. الآن كيديروا منظمات محاربة السيدة، اليوم العالمي لمحاربة السيدة. طيب هذه نتيجة. تعالوا بنا نحارب الأسباب. الأسباب قالها رب الأسباب سبحانه وتعالى هو الله، والوحد اللي غادي يقنعنا. كاين شي واحد اللي غادي يقنعك على الإطلاق إلا الله عز وجل. ولذلك جعل الله عز وجل الإعراض عن ذكر الله عز وجل وعن آيات الله وعن كتاب الله سببا للشقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تستقيم لك أيام وتتحول أيام أخرى إلى جحيم. قلق، اضطراب، اضطراب، أمراض فتاكة والعياذ بالله لم يسمع بها الرعيل الأول. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المؤمنين المتفطنين. ثم الإعراض عن آيات الله المقروءة، كتاب الله عز وجل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يا أخي الكريم، أنا وأنت صنعة الله، والقرآن دليل استعمال يدلك في حيرتك ويبصرك من العمى ويدلك ويهديك من الضلال. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. بغير القرآن ما في شيء، ما في دساتير وما في قوانين البشر وما في أي شيء يهديك في الحياة. ما كانش. انظروا الآن وتشوفوا المجتمعات ديالنا فين عايشة. المجتمعات الإسلامية في فوضى عارمة. الأمراض عندنا، الغش عندنا، السرقة عندنا. علاش تخلينا عن هذا النور؟ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب
ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الإعراض عن القرآن هو الموت بعينه. الإعراض عن القرآن هو الشقاء. هذا هو. يعني من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أدهى والأمر من ذلك فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أين نحن من القرآن يا أمة القرآن، أمة الإسلام، أمة القرآن؟ أين نحن من القرآن في بيعنا وشرائنا؟ أين نحن من القرآن في مدارسنا، في جامعاتنا، في محاكمنا؟ أين نحن من القرآن الجيران بيناتهم؟ واحد كيحسد الآخر. تجد في المجتمع من يجتمعون على مضرة الناس وإخوانهم وجيرانهم، ولا تجد من يجتمع، قلة، نتحدث عن المجتمعات الإسلامية، ولا تكاد تجد من يجتمع على مصلحة أخيه أو من أجل الدفع بالمصلحة العامة. كاين شي سحر كيديروه، كاين شي والعياذ بالله شي عراقيل من أجل إبطال مشروع تجاري لإخوانهم كيديروه. فلان عنده محل تجاري، جاره فتح محل تجاري آخر، يتمنى لو أن تزلزل الأرض من تحت قدمه، أو يتمنى الزلزال لتلك المدينة كلها من أجل أن يهدم ذلك المشروع أو تهدم ذيك الدار هذه. حسد، بغضاء، شحناء. لماذا؟ أين نحن من القرآن؟ أين نحن من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن؟ بل قبل ذلك أين نحن من قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. أين نحن من هذا؟ مسلم كيعيب الآخر. ألقاب، تنابز بالألقاب، فحشاء والعياذ بالله عند المشاجرة والمخاصمة والخصومة، فجور وعناد. أين نحن من القرآن يا أمة القرآن؟ القرآن درنا احنا ديكور نزين به الجدران أو نزين به السيارات أو نفتتح به الجلسات. ولا القرآن مرتبط بالموتى. عندك عزاء، خيمة عزاء أو في بيت عندك عزاء، شغل القرآن. هذا هو القرآن. القرآن دستور حياة، القرآن منهج، القرآن هو دليل الحيران. أنا وأنت صنعة الله ولله المثل الأعلى. دائما كنجيب هذا المثال، أقرب مثال إلي الميكروفون أو جهاز الجوال الذي في يدي وفي جيبي. ما بعرفش الجيب خليته. عندما تشتري جهازا جديدا في علبة، هذه العلبة هذه تجد فيها كتيبا صغيرا ولله المثل الأعلى. تحدث عن الأمثلة ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. تجد كتيبا صغيرا مكتوب بعدة لغات، نترجم حتى الأمازيغية. حتى الأمازيغية دخلوها الآن في نافيغاسيون غير تبرع عليها مع راسك. تجد كتيبا صغيرا، هذا الجهاز يشتغل بكذا وكذا فولت، هذا الجهاز إن فعلت كذا وكذا فإنه سوف يفعل كذا وكذا، ولكن ينبغي عليك تتبع الخطوات، هذه الخطوات لكي يشتغل الجهاز تمام 100%. ولله المثل الأعلى. لن تستقيم لك الحياة في بيتك ولا في أسرتك ولا في تجارتك ولا في شارعك ولا في حياتك. انظر إلى الفوضى التي يعيشها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى السعودية ولا إلى الإمارات ولا إلى دول أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين. انظر إلى الفوضى التي يعيشها الناس الآن. انظر إلى المتاجرة بدماء الناس، انظر إلى المتاجرة بحياة الناس، انظر إلى المتاجرة والعياذ بالله بأعراض الناس. المرأة خليوها عرض تاع المرأة الآن منسوخ عند كثير من المجتمعات، سلعة فقط. انظروا كيف كيعيش الناس كيعيشوا في هذه الفوضى هذه لأنهم بعيدون عن هذا المنهج. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومن الغفلة أيها الإخوة الغفلة عن عبادة الله سبحانه وتعالى. لا نستقيم إلا أن نكون عبيدا وعبادا لله.
كل الناس عبيد وليس كل الناس عباد. العباد هم الذين استجابوا لله وللرسول، أما البقية فهم عبيد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا نستقيم ولا يصلح إلا أن نكون عبيدا وعبادا لله رب العالمين، لا نصلح. أرادها فرعون غير ذلك فأذاقه الله نكال الآخرة والأولى، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وكان قبل يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري يقتل الأبناء يستحيي النساء إنه كان من المفسدين. ما أراد أن يكون عبدا لله عز وجل، ما أبغاش يكون عبد لله رب العالمين، فكانت العاقبة غير ذلك. لا نصلح إلا أن نكون عبيدا وعبادا لله. انظر إلى بطنك، ماذا نحمل في البطون؟ حتى أن أحد متكبرين تكبر على البشر والمستكبرين عن عبادة الله، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. غفلة عن عبادة الله. حتى أن مر في أبها متعجرف معجبا بنفسه ولباسه، لا أقول أن تلبس جيد الحرام، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في مثقاله حبة خردل من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن أحب أن يكون نعلي حسنا ولباس حسن، هكذا حسن الهيئة من غير إسراف ولا تبذير طبعا. فقال ليس ذاك، شهادة أن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس وبطل الحق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمر كما قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، أعجب بنفسه وظن أنه لن يموت، كما يظن الكثير من شبابنا وكما نظن نحن أننا غادي نبقى في الدنيا. نرى في كل يوم ترى من يودعون أقاربهم وجيرانهم، ومن يودعون أصدقائهم، ومن يودعون أمهاتهم وآبائهم، فلا يتعظهم غفلة. فمر في أبها حتى مر على أحد الحكماء والعلماء فلم يلتفت إليه ذلك الحكيم والعالم، فقال له ذلك الشخص الذي يظن أنه يحكم، قال أما تعرف من أنا؟ قال بلى أعرف من أنت، أنت نطفة قذرة، أنت نطفة قذرة خرجت من مجرى البول مرتين، ثم آخرك جيفة قذرة، أنت نطفة مذرة خرجت من مجرى البول مرتين وآخرك جيفة قذرة. هذا باختصار الإنسان، يعرق ينتن تخرج منه روائح كريهة. ماذا يحمل في بطنه الإنسان؟ لا نصلح إلا أن نكون عبيد لله عز وجل. من يملك قلبه